كان يا مكان في يوم من الأيام ظهر كتاب سحري عجيب في حديقة إياد وميان، ومعاهم أختهم الصغيرة ليان. ومن ساعتها بدأوا رحلات سحرية علشان يبقوا من الأبطال الصغار. يلا بينا نبدأ الحكاية. ميان كانت بتعيط على أي حاجة، مرة علشان إياد خد لعبتها، ومرة تانية علشان عايزة تاكل كل الشوكولاتة. وفجأة وسط العياط والصريخ كتاب ذهبي سحري ظهر من العدم، وده كان بداية المغامرة. الكتاب الذهبي نور ولف حواليهم دايرة سحرية، وفجأة لقوا نفسهم على جزيرة فيها فراشات بتنور وأشجار لونها زي الحلويات. بس ميان لسه بتعيط، المرة دي علشان عايزة تمشي على كوبري قوس قزح اللي في السما. في طريقهم طلع لهم نبات غريب بيزعق وبيقول ممنوع تعدوا. ميان استخبت ورا إياد وفضلت تعيط، لكن إياد قرب للنبات وكلمه بهدوء، فالنبات ابتسم وسمح لهم يعدوا، والدموع بدأت تهدى. وصلوا النهر فيه حجر الأمنيات. ميان اتمنت حاجة بس فضلت تعيط علشان متحققتش فوراً، وفجأة طلعت نجمة دهب بتنور من المية وراحت ليها. ساعتها بس الدموع اتحولت لدهشة وفرحة. النجمة قربت من ميان وقالت لها السعادة تيجي لما القلب يهدى. ميان ابتسمت لأول مرة من غير دموع، ورجعوا من الجزيرة وكل واحد فيهم واخد معاه نجمة ودرس كبير جواه. واو! إياد وميان وليان قدروا يكسبوا نجمة ذهبية جديدة، بس السر الكبير لسه مستني. تفتكروا إيه اللي هيحصل لما يجمعوا كل النجوم؟ استنونا في المغامرة الجاية من حكايات الميني هيروز، وما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة عشان تتابعوا كل الحكايات الجديدة.